تعالوا خدكوا جوله في كشكول الرسم بتاعي وانا بقول لكم كل الادوات اللي استخدمتها في كل رسمه. في الرسمه دي انا استخدمت الاويل باستيل وقلم الرصاص والاستيكه بس كده. اما في الرسمه دي استخدمت الوان ماركرز وهي بالنسبه لي ما كانتش احسن حاجه بصراحه، بس انا قلت اصورها لكم عشان لو حد حابب يجيبها. وللخلفيه استخدمت اللونين دول من ارت مانيا. نيجي بقى لواحده من رسوماتي المفضله، هنا استخدمت الوان جواش من نيتشي، ورسمه رمضان استخدمت لها نفس الالوان. الرسومات العشوائيه دي استخدمت لها البوستر كولرز وهي شبيهه قوي بالجواش فانا بقول عليها جواش. وهنا لو تفتكروا استخدمت الالوان بتاعتي وانا صغيره واللونين دول والماركر عشان اعمل الخلفيه. وهنا استخدمت البوستر او الجواش اللي هي النوع ده. اللي عارف الفيديو بتاع الرسمه دي هيقول لي هي ناقصها ايه. هنا استخدمت الوان ميه من فان جو ودي الماركه بتاعتها وهي بجد حلوه قوي قوي. وفي الفيديو ده بتاع التحدي ما بيني وما بين محمد وريم استخدمت السوفت باستيل، استخدمت نوعين بصراحه مش فاكره انا جايباهم منين بس هم دول اسمهم. وفي الرسمه دي استخدمت بريزما كولرز وهي بجد يعني احسن نوع الوان خشب استخدمتها في حياتي. وهنا استخدمت الاويل باستيل بحبهم قوي. ودي اخر رسمه انا رسمتها واستخدمت لها البوستر او الجواش ان كان الاثنين بالنسبه لي واحد بجد. وفي الرسمه دي استخدمت الوان الميه بتاعت فان جو واستخدمت القلم الجولد ده عشان اعمل الحلقه بتاعها. ما تنسوش بقى تعملوا سيف للفيديو وقولوا لي رايكم.